الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله النهارده اول سفرة من سفرة رمضان واول عزومة لحبايب قلبي ولادي، ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم يا رب. عامله لهم عزومة جامدة جدا النهارده. طبعا بقى كل الناس عاملين بط، احنا عاملين حاجات مختلفة، حاجات تحفة. ان شاء الله تابع الفيديو للاخر وهتستفادي جدا. هنعمل حاجات حلوة جدا جدا بسعر البط يا بنات، والله العظيم سعر بطة هتاكلي بيها 3 ايام، وحاجات كلها تحفة. هنعمل صواني كده، حاجة كده تشرف بقى، حاجة فاخر من الاخر. اول حاجه طبعا انا جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، وجبت انصاص من كل حاجه، هقول لكم بالظبط التفاصيل. وهقول لكم الاول، اول حاجه عملنا سمبوسه جميله كده من ايد ملوكه. عملت لنا سمبوسه حشيتها جبنه نستون وبسطرمه، هما بيحبوا الحشوه دي جدا، وبيبقى طعمها تحفه جدا جدا يا بنات. طبعا اليوم ده بيبقى جميل كده، وبيبقى ليه طابع خاص كده يعني. ربنا ان شاء الله يفرحكم جميعا ويملأ بيكم كلها بالخير والبركه. عملت ايه بقى بنات؟ انا جبت نص كيلو من الريش ونص كيلو من اللحمه الفليتو، بس قلت له قطعها لي عريضه شويه. وجبت نص كيلو من الكبده البلدي، كل طبعا حاجات كويسه وحاجات نظيفه. وجبت نص كيلو من اللحمه المفرومه. نص كيلو اللحمه المفرومه هعمله كله. قسمت اللحمه لجزئين، جزء هعمله طرب وجزء هعمله كفته. انا عملت بصلايه كده متوسطه زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وبدات بقى ان انا اعصرها كده واخد التفل بس منها، وهنزله على الكفته. وهنحط بقى على الكفته توابل ملح وفلفل، وكمان بهارات لحمه، وهحط رشه قرفه، وهدعكها بقى مع بعض كويس جدا جدا. وهنتبل بقى اللحوم بتاعتنا. وبرده تتبيله الكبده برده من نفس التتبيله دي. جبت بصلايه طماطمايه وعليها مستردة وليمونه زي ما انتم شايفين، وبرده نفس التوابل ملح فلفل رشه قرفه بسيطه. احط برده بهارات لحمه وهدعكهم كويس جدا جدا مع بعض. تمام. انا هنا بقى ببدا في اول تسويه الفراخ دي. فراخ متبلاها من بالليل برده. فراخ شويتها كده قطع صغيره، وهقول لكم بالظبط انا عملت ايه ودبرت ازاي. خليكم معايا كده في اخر الفيديو، وان شاء الله كل حاجه هقول لكم عليها بالتفصيل. تمام. دعكت بقى الكفته كويس جدا جدا. لازم الكفته بتاعتك عشان تنجح تدعكيها كويس جدا، وتسيبيها في التلاجة شويه. تمام، عشان تبقى مسمغه كده معاكي وتبقى جميله. وتتبيله الكفته بنات ما بحطش فيها بقسماط، ما بحطش فيها اي حاجه. الكفته عندي عباره عن لحمه تكون نوعية كويسة، ويكون فيها دهون، يكون فيها دهن خروف، بتبقى طعمها تحفة. وبصبحها وبتبقى معايا احلى كفتة من غير بقسماط، من غير اي حاجة زيادة فيها. دي طريقة الكفتة الاصلية. تمام. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل الطرب. الطرب ده عبارة عن ايه؟ منديل بيتجاب من عند العطار بيتجاب من عند الجزار. تمام. بيبقى اسمه منديل الخروف. تمام. بيبقى في الخروف بيبقى عبارة عن دهون، بنلف بيها الكفتة بالشكل ده. الاول بفرد المنديل وبظبطه. بتجيبيه بقى، هو بيبقى كده حتة قطعة كده كاملة على بعض، بتجيبيها وتقطعيها كده وتسويها، وتعمليها قطع كده متساوية عشان تعمليها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. بصبع الكفتة، بعملها رفيعة، وبحطها كده على المنديل، وببدأ بقى ان انا الف كده بالراحة، وبعد كده اقطع. تمام. في طرق تانية بنات بتتعمل بيها، ان انت بتقطعي المنديل على قد الكفتة بالظبط وبتلفيها، برضو بتبقى جميلة جدا ما فيهاش اي حاجة. لكن كده بتسهل على بعض، بتسهلي الدنيا عليكي، وبيبقى معاكي الطرب سهل جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، الكفته من جوه ما بتبقاش تخينه يا بنات، تبقى القطعه بتاعتها بتبقى رفيعه، بتبقى حلوه جدا معاكي. دي بقى قطعه كده برضو كانت باقيه من الجنب، هنعملها مع بعض كده كفته لوحدها. يعني انت كده ممكن تتصرفي زي ما قلت لك، تعمليها قطعه كامله او تعمليها قطع صغيره كده، وتبقى الكفته الواحده بوحدتها زي ما انت شايفه كده.
اهم حاجه صباع الكفته بتاعك ما يبقاش تخين، عشان يبقى الصبع معاكي كده شكله كده لطيف وشكله جميل زي ما انت شايفه كده. خلصت الطرب كده زي ما انت شايفه، بجد شكله تحفه. عجبني قوي شكله، يتاكل ني بسم الله ما شاء الله. وقت حاطين الفراخ على البوتاجاز بتاخد الصدمه. اول ما تاخد الصدمه هنقلبها كويس جدا، وبعدين هنحطها بقى في الفرن تستوى. تمام، انا كده خلصت كل التتبيلات، تبلت الكبده وتبلت اللحمه وتبلت الريش، وكمان عملت كفته وعملت طرب. عايزه اقول لكم بقى من نص كيلو كفته عملنا ايه يا بنات؟ طلعت طرب وطلعت منه كفته. عايزه اقول لكم بقى يا بنات، هقول لكم بالظبط انا عملت ايه. الاول شوفوا السمبوسه بتاعت ملوكه جميله ازاي، هي بتوريها لكم بايديها. بصوا يا بنات انا عملت ايه. اشتريت نص كيلو من الكفته، نص كيلو من اللحمه المفرومه، ونص كيلو من الريش، ونص كيلو من الستيك، ونص كيلو كبده. تمام، عملت ايه؟ اخدت 4 قطع بس من الكبده، واخدت 3 قطع من الريش، واخدت حوالي 5 قطع من الستيك. تمام، اتبقى عندي باقي هوريهولكم ان شاء الله في فيديو هنعمله مع بعض ان شاء الله. انتظروا الفيديوهات الجايه هتبقى جميله جدا وهتعجبكم جدا. وجبت فرخه طلعت منها الصدرين عندهم، وعملت الباقي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عملت الباقي مشوي. تمام، يبقى احنا كده طلعنا عملنا حاجات كتير جدا ما شاء الله من سعر بطايه واحده بس. عملنا اصناف كتير، وكمان في نفس الوقت طعمها طبعا حلو جدا ومشويات. وطبعا مين بقى ما بيحبش المشويات يا بنات؟ بتبقى جميله وخفيفه عكس البط خالص في رمضان. بصراحه مش عارفه مين اللي اخترع البط ده في رمضان. بصراحه يا بنات بيبقى تقيل جدا، والصيام بقى والصلاه وكلام من ده. ف يعني نحاول نختار برضو الاكل اللي احنا بناكله يكون خفيف كده على المعده، وان احنا نقدر بقى نصلي وكلام من ده. عملنا كمان بقى صينيه كنافه حلوه جدا جدا. انا طبعا اول حاجه عملتها الحلو الاول قبل ما ابدا بقى في الطبيخ وكده. عملت صينيه الكنافه، وكمان عامله لقمه القاضي. الاتنين عاملاهم في فيديوهات يا بنات على القناه، ان شاء الله هسيب لكم الفيديوهات بتاعتهم في صندوق الوصف ان شاء الله، او في اول تعليق ان شاء الله. هنبدا بقى نسوي مع بعض. اول حاجه الطرب. انا بسوي ازاي يا بنات؟ بسوي بطريقه سهله جدا، وفي نفس الوقت بحافظ على ان اللحوم بتاعتي ان شاء الله تفضل طريه وجوسي كده من جوه. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اخده طعم الشوي كانك جايباها من عند كبابجي، حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. بصوا بنات، لما بنيجي ننزل الطرب طبعا النار بتبقى عاليه عندنا، ولما بنيجي ننزل الطرب بننزله في الحته اللي بتبقى من تحت، اللي مطرح ما احنا لفينا بننزله على الحته اللي احنا لفينا عليها عشان خاطر ما يفتحش مننا في النار. تمام، طبعا قلبنا الطرب، وبعد ما قلبناه برضو لسه الصينيه اخده حراره جامده. بننزل بقى الكفته معاها كده، برضو بنديلها صدمه من الجنبين وبتبقى معانا تحفه. نحط صينيه تانية على النار، وبرضو هنسخنها كويس جدا. نزلت بشويه من الدهون اللي نازله من الطرب عشان خاطر تاخد بقى اللحمه فيها صدمه كده وتبقى طعمها تحفه كمان. وبدات بقى ان انا انزل باللحمه وبالريش، وهنبدا برضو نديلها صدمه من الجنبين، وبعدين هنبدا نغطي عليها ونسيبها بقى تستوي. عندك طريقتين، ممكن تسيبيها تستوي من فوق على النار على البوتاجاز عادي من فوق، وممكن تحطيها في فرن البوتاجاز من تحت. الاتنين هي تستوي معاكي وهتبقى تمام جدا. اهم حاجه ان هي بتاخد الصدمه الحلوه دي. شايفين ما شاء الله شكل الكفته وجمالها؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، طعمها وشكلها تحفه يا بنات. لسه بقى الصينيه ديت بس هنزلها تاخد بس تحت الشوايه لون، ويبقى كده عندنا الكباب جاهز. احنا كده عملنا كباب من كل الاصناف، ريش، لحمه، وكمان كبده، وكمان عملنا ايه؟ عملنا طرب وكفته. يعني عملنا جميع المشويات، يعني عملت لكم فيها الشيف براك النهارده.
عملت فيها شيف براك، وبصوا بقى يعني فعلا بقى ايه، عجب الكل الحمد لله. زي ما انتم شايفين بقى بوطي بقى عليها وبسيبها تستوي خالص. وتعالوا بقى بينا نعمل شوية رز كده طعمهم تحفة، عشان نفرشهم بقى تحت المشويات ونعمل فيها براك فعلا. عملت ايه؟ حطيت حله على النار، حطيت فيها شويه زيت، بصلايه متقطعه مربعات، وجزرايه مبشوره عليهم فلفلايه. الاول شوحت البصل شويه يصفر كده معايا، وبدات بقى ان انا انزل ايه بالجزر والفلفله، وكمان ورقه لورا وواحده لومي. وبدأت بقى ان انا ايه اشوحهم برضو مع بعض شوية، ومعاهم مرقة خضار ومرقة دجاج، واديت لهم المية بتاعت على قد الرز بالظبط. وبعدين بقى ايه، لو عندك شوربة طبعا حطي. وحطيت معلقة صغيرة من الكركم، ودي كل التوابل، معلقة صغيرة من الكركم ومعاهم شوية فلفل وبس. مش هنحط فيها توابل تانية يا بنات في الرز. كده خلاص الكفتة معايا كده تمام، مش ناقص بس تاخد ايه لون تحت الشواية زي ما قلت لكم. حطيت كمان الكبدة زي ما انتم شايفين كده، برضو هديلها صدمه من الجناب. طبعا انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش سويه خالص. ففي نفس يا جماعه الطاسه، في نفس الطاسه هنبدا ننزل الكبده بالشكل ده. هتبقى تاخد بقى برضو من طعم الصوص بتاع اللي نازل من الطرب. طبعا اللي نازل من الطرب ده عباره عن دهون ضاني، فالضاني في الشوي بيبقى طعمه تحفه يا بنات. والرز بقى زي ما انتم شايفين كده، نزلت الرز في على الميه بعد ما غلت. وبنعمل بقى شويه لقمه القاضي كده حلوين، وهسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك تحت. وحمصت بندق عشان هنزوق فوق الوش للكنافه، وكمان الغرف. بصوا بقى بنات وانا بغرف الاذان اتدن. انا عماله شغاله ومحدش بيقول لي حاجه، اتلاقيت الاذان على طول بيدن وانا بغرف كده. فبص بسرعه 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 بسرعه، كل حاجه بسرعه. انا مسرعه بس انا فعلا كنت بشتغل بسرعه جدا، لان الاذان ادن عليا وانا بغرف. كنت عامله كل حاجه وتمام الحمد لله، بس كان ناقص ان انا اغرف. هنغرف بقى بالشكل اللي هتشوفوه ده. ويا رب ان شاء الله النهارده كده الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا حاجه النهارده من الفيديو. وانا عايزه اوصل لكم فكره ان احنا نقدر نعمل كل حاجة، ونقدر نظبط وندبر في بيتنا. وربنا ان شاء الله كده يملى بيوتكم كلها بركة. المهم النية يا بنات، نيتك طيبة، نيتك كويسة، بتخلصي لله، ربنا ان شاء الله هيرضيكي وهيبعت لك الخير وهيبعت لك الرزق. واهم حاجة، اهم حاجة طبعا الرزق الحلال، ربنا كده يغنينا بحلاله ويغنيكم كلكم ان شاء الله، وتعملوا كل حاجة حلوة لاولادكم. على فكرة اللحوم اللي انا قلت لكم عليها كلها ليها بواقي، وان شاء الله هنعمل بيها فيديوهين يا بنات. هعمل لكم فيديوهين ببواقي اللحمه والحاجات اللي احنا جبناها مع بعض. تمام، زي ما قلت لكم اللحوم دي اتاكلت على 3 ايام، بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك. وربنا كده يبارك فيكم كلكم ويملى بيوتكم كلها بركه. غرفت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، زي الصواني كده اللي بتشوفوها في المحلات بتاعت عنتر وحضرموت ومش عارفه ايه. كل الحاجات دي نعملها في البيت وباحلى كمان وطعم طازه. طبعا بيبقى الحاجه كده فريش انت عاملاها، وتبقى طعمها جميل. هنغرف برضو الفراخ. انا كنت عايزه اجيب صينيه كبيره، بس ما حصلش ان انا احط فيها كله بقى، يعني احط فيها اللحوم مع الفراخ. لكن ما حصلش. لكن ان شاء الله مره تانية باذن الله هبقى اجيب صينيه كبيره، وهعمل زي ما كنت حاطه في دماغي. تمام. الفراخ بسم الله ما شاء الله اخدت وش يعني زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الف هنا وعافيه على قلبهم. الاكل عجبهم جدا وكانوا مبسوطين، والحمد لله رب العالمين. فضل الله دايما علينا عظيم، واللهم لك الحمد والشكر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب ان شاء الله يكون فيديو عجبكم. من فضلكم بقى ما تنسوش لايك، بالله عليكم لايك يا بنات بقى، بالله عليكم، عشان انا تعبت جدا والله في الفيديو ده. انتوا عارفين ان رمضان وقت ضيق جدا، والتسجيل والمونتاج بيبقى صعب جدا فيه. فبعد اذنكم بقى ما تنسوش بعد اذنكم اللايك، عشان خاطر يرفع الفيديو واكبر عدد ممكن يشوفه. ولو تعرفوا تشيروه يبقى ميرسي جدا. فحم عشان طبعا بقى نزود الجمال بقى والطعم بقى، وياخد الشوي بقى وطعم الشوي المظبوط. فعملت فحمية حلوة كده وحطيتها وغطيت عليها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبسم الله ما شاء الله الاكل كان تحفة. يا رب الفيديو عجبكم، واشوف وشك على خير. كل سنة وانتم طيبين. انتظروا الفيديوهات الجاية، احلى فيديوهات ان شاء الله نعملها مع بعض، واحلى اخوات واحلى متابعين. واشوف وشكم على خير، ورمضان كريم عليكم. مع الف سلامة.
الله.